الجزء الثالث هنبدأ بقى نتكلم عن الكود اللي بيظهر قدامنا في البروجرام دوت سي اس، وهنبدأ نفهم ايه اللي بيتكتب جوه. اول حاجه النيم سبيس دي هو اسم المشروع اللي احنا عملناه. تمام. النيم سبيس دي عباره عن حاجه تنظيميه للكود هنا، يعني ده الغرض منها التنظيم بس للكود. تمام، عشان لكل حاجه ليها نيم سبيس مختلف، ما يبقاش مثلا في اتنين كلاس بنفس الاسم يتعارضوا مع بعض. ما هم خارج النيم سبيس، يعني لو انا عملت اتنين كلاس في اتنين نيم سبيس بنفس الاسم في اتنين نيم سبيس مختلفين، ده مش هيعارض مع ده خالص. تمام. هو للتنظيم النيم سبيس دي حاجه كده تنظيميه للكود. تمام. البروجرام بقى هنا بتعرف كلاس. يعني ايه بتعرف كلاس؟ ده هنفهمه اكتر لما ندخل على الاو بي. تمام. تمام. هنا بقى المين، من هنا نقطة الانطلاقة، من هنا بينطلق الكود، من هنا بيبدأ يرن الكود، من يعني اي. تمام. هنا هنا انطلاقة الكود. تمام. اي حاجة هنا بقى هي اللي بتبدأ ترن. تمام. يعني مثلا لو احنا كتبنا كونسول دوت رايت كونسول دوت رايت لاين، وكتبنا اي حاجه هنا بتبدا ترن. تمام. لو عملنا رن كده، هي هتبدا ترن وتعرض اللي مكتوب جوه الحاجه دي. تمام. تست. احنا كاتبين هنا تنظيم كود وتعريف كلاس والحاجات دي، ليه ما ظهرتش؟ حتى لو كتبناها جوه هنا ليه ما بتظهرش؟ هقول لك ليه ما بتظهرش. لو جينا نرن ونجرب كده تلاقيها ما بتظهرش. ما بتظهرش ليه؟ اقول لك ما بتظهرش ليه. ده اسمه كومنت. الكومنت ده انت بتعمله لغرض انك تفهم السطر ده بيتكلم عن ايه، عشان لو انت شغال مع تيم كبير او اي حاجه فبتكتب علشان تبقى فاهم ده السطر ده بيعمل ايه، الجزء اللي تحت ده بيعمل ايه. هتيجي مثلا لفانكشن، تمام، هتيجي او كلاس تعرف الكلاس ده بيعمل ايه كده يعني. تمام. عشان لما تيجي ترجع للكود بعد كده تبقى انت فاهم كنت كاتب ده ليه، حاجه تنظيميه للكود كده. تمام. هندخل بقى نتكلم عن الداتا تايب. تمام. الداتا تايب قلبها اكتر من حاجه. احنا هناخد الحاجات المهمه دلوقتي، وهي مثلا هنتكلم عن الانتجر، الاعداد الصحيحه. هناخد برضو نفس السطر ده هنا ونعمل ونكتب مثلا. تمام. ايه الاعداد الصحيحه؟ على في نوع من انواع الداتا تايب اسمه انت علشان عشان تكتب اي عدد صحيح، عشان تعرف فاريبل بعدد صحيح. يعني مثلا هنيجي انت ايدج، ده الحاجه دي اسمها متغير فاريبل. تمام. بيساوي 30 مثلا. تمام. هنيجي هنا نكتب كونسول كونسول دوت رايت لاين، وهنيجي نكتب هنا الايدج في النص هنا. تمام. ونرن ونجرب ونشوف هيطلع لنا ايه. هيطبع لنا 30. تمام. تمام. طبع لنا 30 اللي هي الفاريبل ده. تمام. اللي هي قيمته اساسا ب 30. تمام. طيب لو انا جيت حبيت اطبع مثلا هنا الرقم ده، هيطبع؟ لا مش هيطبع. ليه بقى مش هيطبع مع انه رقم صحيح اهو الدنيا تمام؟ علشان ليه ماكسيموم، ليه اقصى رقم تقدر تكتبه فيها. هنقول لك دلوقتي من هنا
هنيجي هنا عشان نعرف او نخليهم تحت بعض هنا يعني عشان تبقى الدنيا منظمة. هنقول int وندي variable او متغير باسم مين، اقل حاجة تقدر تكتبها بيساوي int dot main value اللي هي دي. تمام. وهنيجي تحت نشوف الماكس بتاعها قد ايه. int max برضو int dot max value. تمام. هنيجي بقى علشان نعرف اقل قيمة واكبر قيمة، هنعمل مثلا console dot write line مش ايدج بقى. هنيجي هنا نعمل علامة الدولار ونفتح قوسين ونكتب فيهم مين. لا مش قبل القوسين، نفتح علامتين تنصيص ونكتب مين. المين بتاعها بكام؟ اللي هو الرقم اللي هيرجع لنا من هنا اللي هو الفاريبل. تمام. والجزء الثاني ماكس، الماكس بتاعها بايه؟ برضو القيمة اللي هترجع لنا من هنا. تمام. احنا نرن ونجرب كده نشوف هيطبع لنا ايه. تمام. المين بتاعها اللي هو سالب 2 مليار وشويه حلوين، ودون 2 مليار وشويه حلوين. اقصى حاجه 2 مليار وشويه حلوين، واقل حاجه 2 مليار وشويه حلوين. تمام. احنا لو خدنا الرقم ده كده وجينا حطيناه مكان ال20 هنا، واحد معمر ما شاء الله عنده العمر ده، ونيجي نرن ونشوف هيطبع لنا ايه. طبع لنا الرقم اللي احنا حاطينه. تمام. لو انا جيت حذفت رقم 7 ده قمت كاتب 8، هيرجع لك ايرور. ليه يرجع لك ايرور؟ لان هو اقصى حاجه فيها الرقم ده، وانت زودت عن الرقم دون هيحصل لك مشكله. دي كام بايت؟ دي 4 بايت. تمام. مساحتها 4 بايت من الميموري. تمام. ده كده الجزء الاول. هندخل بقى على الجزء الثاني وهو الدبل. كنت عاوز اقول قبل الدبل ديسيمال، بس خلينا في الدبل الاول وبعد كده ندخل على الديسيمال. الدبل. تمام. هنيجي تحت هنا كده ونقول دبل دبل مثلا الارتفاع بتاعها بيساوي مثلا 60 سنتي او 6 سنتي ونص. تمام. تمام. زي ما قلنا بقى الدبل. تمام. هنيجي برضو بنفس النظام بنفس كل حاجة هنشوف هنطبع برضو console دوت رايت لاين. لو انت عاوز تكمل الكود، لو هو ظهر لك كده اقتراح ان هو يكمله كده دوت، لو هو ظهر لك اقتراح ان هو يكمل زي كده، دوت على التاب هيكمل لوحده. تمام. تمام. قلنا ايه؟ هنيجي بقى نطبع الهايد وهنشوف هيطبع لنا ايه. تمام. طبع لنا 6.5. تمام. لو احنا عاوزين برضو نعرف اقل قيمة واكبر قيمة، هنيجي نقول هنا كده دبل مين برضو equal دبل دوت مين فاليو. تمام.
هنيجي تحت هنا بس احنا هنسميه مين دبل علشان المين متعرف مرة فوق قبل كده. تمام. هنيجي برضو بنفس النظام كده هنعمل بدل مين هنعمل ماكس. وبرضو هنا بس زي ما قلنا قبل كده ان اللغة دي حساسة لحالة الأحرف. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش حاجة كابيتال تكتبها سمول وحاجة سمول تكتبها كابيتال. تمام. تمام. هنيجي برضو نعمل كونسول دوت رايت لاين، وهنيجي نكتب فيه ايه؟ هنيجي نكتب مين، هنيجي نفتح نعمل دولار ساين، وهنيجي نكتب في قلبه مين مين، وهنفتح علامتين تنصيص كل براكتس، وهنكتب فيه مين دبل، مين دبل اقل حاجة. وهنيجي فيه نقول برضو الماكس دبل، نعمل هنا كده علامة ونقول ماكس دبل، ونرن ونجرب ونشوف هيطبع لنا ايه. تمام. دون المين بتاعها اقل رقم ممكن يتكتب، وده الماكس بتاعها اقل رقم ممكن يتكتب. طيب ايه الفرق؟ هنتكلم دلوقتي عن حاجه اسمها ديسيمال. ماشي. ايه الفرق ما بينها وما بين الدبل؟ بس خلينا الاول نكتبها عشان تبقى الدنيا واضحه كده. تمام. ايه الفرق بقى ما بينها وما بين الدبل؟ ديا في الاغلب هتستخدم دبل، هتستخدم لو انت بتتكلم اسعار، لا لو انت هتتكلم في وزن، طول، عرض، ارتفاع. تمام. لو انت هتتكلم في فلوس او ماديات دي بتوضح الارقام اكتر. تمام. يعني ديسمال هتستخدمها لو انت بتتكلم في فلوس او ماليات بصفه عامه. تمام. عشان هي بتوضح الارقام اكبر. يعني هنكتب مثلا برايس ايكوال مثلا 100 جنيه. تمام. هنيجي نطبعها هنا وهنقول كونسول دوت رايت لاين برايس. تمام. ونرن ونجرب ونشوف هيطبع لنا ايه. ديسيمال اهو 100، البرايس 100. حلو الكلام، حلو الكلام. هنيجي برضو نشوف اقل حاجه واعلى حاجه فيها قد ايه. هنعمل دبل ديسيمال، ولا احنا بنتكلم في الديسيمال دلوقتي؟ ديسيمال مين ديسيمال، خلي برضو الدي ده كده بيساوي ديسيمال مين فاليو. تمام. نفس النظام اللي احنا اتكلمنا بيه فوق. هنيجي برضو نعمل ديسيمال ماكس ديسيمال ماكس، برضو نفس الكلام. تمام. هنيجي بقى نعمل كونسول دوت رايت لاين وهنيجي نكتب في قلبه هنا الكلام الجميل بتاعنا علشان نشوف اعلى قيمه واقل قيمه. دولار ساين، نفتح براكتس ونكتب في قلبه مين. لا، قبل ما نفتح نعمل اللي هو دبل كوتيشن، نعمل ونكتب في قلبه مين، ونكتب هنعرضها ازاي كده مثلا زي اصحابهم اللي فوق، ونكتب مين ديسيمال. تمام. وهنيجي نقول القيمة التانية بتاعتها اللي هو الماكس بتاعها كان ماكس ديسيمال، اللي احنا مسمين الفاريبل بتاعه بماكس ديسيمال. وهنيجي نشوف اقل قيمة واعلى قيمة.
اقل قيمه الرقم الكبير ده. تمام. اعلى قيمه الرقم الكبير ده اللي انا مش هفكر اقراه. تمام. تمام. الجزء الثالث وهو ان انا لو جيت هنا وخليت دي 100 ونص هيطلع لي ايرور، مع انها المفروض بتقبل الديسيمال زي ما انا لسه قايل ان هي بتقبل اعداد عشريه. هي كده هنا مش هتقبل اعداد عشريه. علشان الرقم ده يبقى صح لازم اغير دي لدبل عشان تبقى صح، عشان تقرا كده صح. طب انا لو عاوزها ديسيمال وهي اقرب للفلوس، وهي اقرب للفلوس وهي اللي مستخدمه، وهي المستخدمه في العمليات الماليه ديسيمال، هاجي هضيف ان هنا مش هتفرق كابيتال او سمول. تمام. هنا كده انت بتعرفه ان دون عدد 10. تمام. بتعرف الديسيمال، بتعرف الفاريبل ان دون عدد 10. تمام. كده انت هتيجي ترن وتجرب عادي، هيطبع لك ال100 ونص، مش هيجي لك عند الام خالص اللي انت كتبتها. تمام اهو هيطبع لك ال100 ونص عادي خالص، ما جالكش عندي تمام. ندخل بقى على السترنج، الجزء الثاني وهو السترنج. السترنج فيه كلام كتير قوي، بس احنا هنجيب اقل حاجه ممكنه بحيث انك تبقى فاهم الفكره. تمام. السترنج هو انا مثلا هكتب سترنج، خلينا برضو هنا ناخد الكود الجميل بتاعنا اللي احنا بنعرف بيه كل جزء، وهنيجي نحط هنا كده سترنج. احنا دلوقتي هنتكلم عن السترنج. سترنج نيم بيكوال ايه بقى؟ ايكوال لازم دبل كوتيشن. انت لو لاحظت في الارقام بتكتب الرقم على طول، في السترنج لو انت جيت كتبته على طول هيقول لك معلش انت بتعك ده مش طريقه الكتابه. انا السترنج انا ما بكتبش كده، معلش اظبط لي الدنيا. فانت لازم تحطها وسط دبل كوتيشن. تمام. وهتيجي تكتب النيم اللي انت عاوزه، الاسم بتاعك. تمام. اي اسم طبعا، ده فاريبل متغير بيتغير على حسب القيمه اللي انت حاططها. وهنا مش لازم احط نيم، انا بس بسمي الاسم بالمسمى القريب بالحاجه اللي انت عاوزها، بالحاجه اللي انت هتستقبلها هنا. تمام. هنيجي نعمل كونسول دوت رايت لاين. تمام. وهنيجي نقول نعمل كده برضو ونقول النيم ونعمل كده، ونيجي ندي مسافه برضو ونقول زائد. الزائد دي ليه؟ الزائد دي ليه؟ علشان النيم تتكتب. تمام. النيم اللي هي دي، عشان انت بتقول كده اجمع لي النيم اللي هو النيم، انت بتكتب قيمه هتطبعها عادي اللي هو نيم، دي هتطبع بره نيم. الراجل يمشي وارجع اكمل، اوقف بس لحد ما الراجل يمشي. تمام. النيم هنا كده هيطبع علينا ايه؟ هيطبع علينا النيم زائد النيم اللي هو ده المتغير ده. تمام. اتمنى تكون واضحه يعني. اهو نيم عاصم. تمام. ده السترنج اللي احنا طالعينه فوق، انه احنا بنعرف انها سترنج، ده ديسيمال، ده دبل، ده انت كده يعني. تمام. تمام. نيجي بقى الجزء الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو البوليان. البوليان دي بتقبل يا اما ترو يا اما فولس، وبتعبر عنها بول. بول مثلا is student، ممكن نكتبها كده is student student كده صح تقريبا. فولس، هي بتقبل يا اما ترو يا اما فولس. تمام. لو احنا جينا تحت هنا بس برضو نكمل الكلام اللي احنا بنعمله، ونحط دي هنا ونكتب ان دي بوليان. تمام. وهنيجي نقول console دوت رايت لاين دوت رايت لاين دوت رايت لاين بي is student. تمام. هيطبع لنا ايه؟ هيطبع لنا false. حلو الكلام.
ولا اي كلام؟ هيطبع لنا فولس. حلو الكلام. طيب لو كانت دي بترو هيطبع لنا ايه؟ ممكن يطبع لنا فولس؟ لا، يطبع لنا ترو طبعا. ترو اهو، طبع لنا ترو. تمام تمام. نيجي بقى للجزء الثاني وهو ايه؟ قبل الجزء الثاني، لو احنا كتبنا هنا اي حاجه غير ترو فولس هيعمل ايه؟ هيطلع لنا مشكله طبعا، مش هيقبل. طب لو حطيناهم في ما بين علامتين تنصيص، برضه نفس المشكله، ان هي ما بتقبلش غير قيمه واحده، هي قيمتين، هي ترو او فولس. تمام، هي ما بتقبلش غير كده، ترو او فولس. تمام لحد هنا تمام. هنيجي بقى للجزء الثالث وهو كنا اتكلمنا عن إيه؟ كنا اتكلمنا عن اف صح؟ هنقول مثلا عشان نشرح اف باسلوب تاني غير اللي احنا شرحناه، او نشرحه بالاسلوب الاول اللي احنا شرحناه في السيشن، وندي مثال تاني مختلف عن اللي احنا اديناه قبل كده. تمام. اف كونديشن ده شرط بيقبل منك ايه؟ القيمه اللي هنا اللي انت تحطها لو بتساوي ترو، يعني هي بترو. ترو لو هي بترو، فالشرط اللي جواها هنا، لو الشرط اللي جواها هنا هيتحقق. غير كده اللي هو else. else ممكن برضو نيجي هنا نقول ايه، ونقول ان دي اف. تمام. هنا وهي بترو، فهيحقق لي الشرط اللي هنا اللي هو مثلا اقول له ايه، console دوت رايت لاين دوت رايت لاين. مثلا هنفتح كده ونقول له اطبع ترو. تمام تمام. غير كده اطبع لي يا عم الحاج فولس. تمام. وغير كده تمام فولس. حاسس انك كاتبها غلط. بقى اعمل حاج فولس، غلط غلط مش مشكله. نرن ونجرب ونشوف هو يطبع لنا ترو ولا فولس. طبع لنا ترو، عشان هو كده كده انا بقول له لو انت بترو، لو انت بترو اطبع لنا. احنا نشوف كده اصلا احنا كنا كاتبينها غلط ولا لا. لو احنا كتبنا هنا فولس، طب لو انت هنا بقول له لو انت فولس هتطبع لي ترو، غير كده اطبع لي فولس. تمام. هو فعلا بفولس، ده بيساوي ترو، هو فعلا بفولس، هيطبع لنا ترو برضه. بقى فولس ولا ايه؟ حاسس الحته دي مش واضحه معاكم ولا علي، لانها انا مش حاططها كويس. تاني، من الاول تاني. بص يا عم الحاج، ده هنا لازم يبقى يساوي ترو. ترو ليه؟ لازم يبقى بيساوي ترو علشان يطبع الحاجه اللي هنا، عشان يحقق الشرط ده. طيب لو هو بيساوي، لو هو طلع بيساوي، لو هو فولس، لو هو كده بيساوي فولس، مش هيطبع الشرط ده وهيدخل على الشرط ده اللي هو إلس، اللي هو اللي هنا هيدخل على الشرط التاني. تمام. هيدخل بقى يشوف هو في ايه بعد كده.
تمام، لان هو فولس خلاص، ايه اللي هيخليه يبص على دي وهو فولس اساسا؟ هو لازم يبقى بترو. طيب لو انا تمام، دون هو الفولس بقى، يعني دون لو بفولس هيطبع لنا فولس، هو كده فولس يعني ما ده مش بترو هيبقى بفولس. تمام، وصلت ما وصلتش قولوا لي. تمام، نيجي بقى لمثال تاني. هنقول هنا ايه؟ هنقول مثلا ان انا عمري مثلا، نجيب المثال اللي هو بلاش عمر عشان احنا جايبين مثال فيه بي فوق. ايوه اللي هو ده. تمام، فين؟ ماشي، فبلاش الايدج دي، ممكن نشوف اي مثال تاني. او اكننا بنشتغل على الفاريبل اللي فوق اللي هو ايدج عادي. هنقول اف لو الايدج اللي احنا كنا كاتبينه فوق اكبر من 18، تمام، هتعمل ايه؟ هتقول كونسول خليه يعمل تسجيل دخول عادي. تمام، كونسول اكبر من 16، خليه يعمل تسجيل دخول عادي. تمام، هتقول له ايه؟ لوجن. طيب لو هو إلس غير كده، لو هو مش اكبر من 16 إلس هتقول له لوج اوت. يعني غير كده لو هو مش اكبر من 16 هتقول له لوج اوت مثلا، اول ما يعمل تسجيل دخول هو يعمل لوج اوت على طول. console دوت رايت لاين، وهتيجي تقول لوج اوت. تمام، احنا نرن ونجرب ونشوف هيطبع لنا لوج ان ولا لوج اوت. لو انتوا فاكرين احنا كنا عاملين القيمه اللي فوق ايه؟ لوج ان. ليه عمل لوج ان؟ علشان لو انتوا طلعتوا فوق كده هتلاقوا اللي احنا كنا عاملين القيمه بتاعته باكبر قيمه اساسا. فاحنا لو جينا هنا خليناها 15، ده الفاريبل اللي فوق اللي احنا عملناه الاول باسم ايدج، احنا اللي شغالين عليه تحت، هتلاقيه بيقول لك لوج اوت. معلش لوج اوت علشان انت عمرك اقل من كده. حلو الكلام، حلو الكلام. خلينا بقى نعمل مثال بسيط كده برضو على حد لوج اوت ولوج ان برضو في الجزء ده. هنقول مثلا string 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 user request. اليوزر بعت request. request تمام، user request. تمام، اليوزر ريكوست كان باعت لوجن مثلا، هنقول الاسم لوجن. حلو الكلام، حلو الكلام. فهنقول لو اليوزر ريكوست دي حته تانية، يعني حته تانية هتوضح اف بطريقه اكبر شويه. هنقول اف لو نفتح قوسين كده يوزر ريكوست ايكوال. تمام، ايكوال يعني اليوزر ريكوست بيساوي لوجن. بيساوي ايه؟ بيساوي لوجن. هتعمل ايه؟ اعمل حاجه، هتقول هتطبع مثلا تقول له ايه مثلا ريدايركت تو لوجن بيج مثلا، عيد توجيهك للصفحه اللي هي بتاعت لوجن بيج.
لو هو لوجن. تمام. ولو هو غير كده if else، لو هو مش عامل تسجيل دخول، لو هو تمام. هقولها من الاول. بص، لو اليوزر اللي هو ده يوزر ريكويست عامل لوجن، لو اليوزر ريكويست ايكوال لوجن، هتعيد توجيهه لصفحه الداشبورد مثلا، ريدايركت تو الداشبورد. ده هو عامل لوجن. تمام. طب لو هو عامل لوجن، هتعيد توجيهه لصفحه الداشبورد. لو هو مش عامل لوجن غير كده، تاني هنقول كونسول الاول، واحده واحده نمشي مع بعض. كونسول دوت رايت لاين، اهو عامل لوجن، هو تمام عامل لوجن تمام. هتعيد توجيهه لصفحه ريدايركت مثلا، ريداي تو داش بورد. تمام. داشبورد، حلو كده الداشبورد. تمام. لو هو عامل لوجن، لو اليوزر عامل لوجن هتوجهه للداشبورد. هو مش عامل لوجن إلس غير كده، هتعمل ايه؟ لو هو مش عامل لوجن هترجعه لصفحة الريجستر. لو هو مش عامل لوجن هترجعه لصفحة الريجستر. إلس غير كده هو عامل لوجن، هتوديه لصفحة ريجستر. إلس console دوت رايت لاين، هنقول redirect to، بس الاول لازم تبقى في علامتين تخصيص كده. تمام. redirect to register page. تعمل ايه؟ هتوجهه لصفحة الريجستر بيج. حلو الكلام، حلو الكلام. لو هو كده تاني، هو انت بتقول اليوزر بعت ريكويست لوجن، هو خلاص عمل ريكويست لوجن، فهيدخل على ريدايركت دو داشبورد. تمام. لو هو else، لو هو عمل ريكويست، لو هو ما عملش ريكويست لوجن، لو هو دخل يعني هو ما عملش ريكويست لوجن، فهيدخل على ايه؟ هيدخل على صفحه الريجستر عشان يعمل تسجيل دخول. طب خلينا ندي حاجه تانية. تمام. نقول else if هنقول يوزر ريكويست بعت ريجستر، كانت الاجابه بتاعته ريجستر، هو عاوز يعمل تسجيل دخول، هتعيد توجيه صفحه تسجيل الدخول. تمام. طب غير كده بقى، غير كده ده كله else، لو هو عامل تسجيل دخول ولا عامل لوجن، هتعمل معاه ايه؟ هترجعه لصفحه الهوم بيج. تمام. هنقول كونسول دوت رايت لاين، كونسول دوت رايت لاين، هتعيد توجيهه لصفحه الهوم بيج. ريدايركت ريدايركت ري اي دايركت كده صح. تو ريدايركت تو مثلا قلنا ايه؟ هوم بيج، هوم
ايدج. تمام. فاحنا بقى هنيجي نجرب هنا وهنخلي الحته دي، تعالى نخلي الحته دي بتقبل مننا ايه، بتقبل مننا قيمه من بره. تمام. اللي احنا كنا قلناها ايه، اللي احنا كنا قلناها ريد، ثانيه واحده، احنا قلنا كنا بنقول ايه، اه string user request. كنا بنقول ان احنا بقى نخلي القيمه دي اليوزر هو اللي يدخلها من بره من الكونسول، اللي هو احنا الاند يوزر، هو احنا اللي بنعمل كل حاجه. فهنقول ايه مثلا دلوقتي، هنقول console دوت read line. تمام. console فين هنا، هنقول console دوت read line. تمام. تمام. console دوت read line لو هو كانت بلوجن هيعمل لك redirect to dashboard. لو كانت هو مستني مني قيمه هنا، فلو انا حطيتها لوجن هيعمل لي ريدايركت تو داشبورد. تمام. حلو الكلام، حلو الكلام. نرن تاني. لو كانت بريجستر، لو كانت بريجستر هيعمل لسه بيرن، نقفل ونفتح تاني اهو. هيعمل لك ريدايركت تو، لو انت دوست صفحه الريجستر هيعمل لك ريدايركت تو ريجستر زي ما احنا قلنا، ريدايركت تو ريجستر بيج. تمام. لما انت تبعت ريكوست للريجستر هيبعت لك صفحه الريجستر. حلو الكلام. لما انت تعمل بقى مع بعت قيمه غير القيمتين دول، لو بعت اي حاجه دخلت حاجه بايظه خالص، لو انت دخلت على صفحه تانية غير صفحه، مثلا انت مش ولا عامل لوجن ولا ريجستر وعاوز تدخل على صفحه الادمن، فانت قمت كاتب ادمن وانت مش عامل اي حاجه، لازم هيعمل لك ريدايركت تو هوم بيج. حلو الكلام، حلو الكلام، حلو الكلام. اتمنى تكون وضحت يعني. لو فيها اي حاجه مش واضحه فهعيدها تاني، مفيش اي مشكله. تمام. احنا بقى اتكلمنا في ايه، اتكلمنا في، احنا ممكن ندي برضو هنا الحته دي اكزامبل، او نقول هناخد، انا طالع فوق علشان اساسا اجيب الحته، عشان اجيب دي واحطها هنا واقول هنا ممكن نسمي الجزء ده ايه، ممكن نسمي ايه اللي هو اكزامبل وخلاص، ولا نسميه لوجن، مش مشكله نسميه لوجن وخلاص. حلو الكلام، حلو الكلام. هنيجي بقى للجزء اللي تحت هنا ونقول الخلاصه. الخلاصه بقى في ايه، لو احنا عاوزين نعمل، لو كونسول دوت رايت لاين، كونسول دوت رايت لاين، هنيجي مثلا نطبع نقول لك النيم على كده، نيم دون عبارة عن string، نفتح قوسين مثلا كده صغيرين ونقول string. احنا كنا مسميين فوق النيم ايه، كان بنيم برضو صح، كنا مسميينه بنيم. تمام. ده الجزء الاول، console دوت رايت لاين دوت رايت لاين، افتح علامتين كده وهنقول edge، وهنقول ان دون بيساوي الادج. تمام. لا edge ايه هنا، دون كان end.
كونسول دوت رايت لاين هنقول اللي هو كان كنا اشتغلنا على الدبل برضو، تمام. ونقول دبل، او كانت اسمها هايت تقريبا، اتش هايت كده، تمام. وهنيجي نقول هنا اللي هو كان اسمها الدبل، دبل كده. حلو الكلام، حلو الكلام، جميل. هنعمل بقى دبل. لا ما كانتش دبل، دبل كنا مسمينها هايت كده برضو، تمام. وعملنا برضو الجزء الثاني اللي هو البوليان، كونسول دوت رايت لاين. عمال افتكر عملنا ايه، هو في حاجه احنا ناسينها كده صح؟ هنطلع فوق نبص مع بعض. كنا قلنا دون كان ايزي ستودنت تقريبا، او مش فاكر، ثانيه واحده. فين؟ اهو ايزي ستودنت. ايزي ستودنت بول. هنطبع ايه برضو ايزي ستودنت، تمام. تمام. كان في بقى ايه تاني، ديسيمال تقريبا لما احنا شرحناها برضو، كانت برايس، تمام. فاحنا هنقول برضو كونسول دوت رايت لاين، وهنقول كانت برايس الاول، برايس نفتح قوسين، كانت من نوع ديسيمال، وكانت عبارة عن برايس. ليه بقى انا عملت الحاجات دي؟ عشان ممكن يكون حد تاه مني. انا بقول لك هنا اطبع لي كونسول دوت رايت لاين اللي هو النيم بتاعه اللي كان من نوع سترينج، اطبع لي النيم، تمام. هنا هنرن وهنشوف الايدج ده كان من نوع انت، فاطبع لي الايدج اللي كان موجود. ودون الهايت من نوع دبل، فاطبع لي الهايت اللي كان موجود. ودون بوليان من نوع از ستودنت بوليان، فاطبع لي الاز ستودنت اللي كان موجود قيمتها ايه، تمام. البرايس كذلك، فقلت له اطبع لي ده كله بس. نرن ونجرب ونشوف ونقفل بقى الفيديو على كده. هنا بقى ليه واقف مش راضي يسجل ولا راضي يعمل اي حاجه؟ هو مستنينا ادخل قيمه عشان يدخل بعد كده، هو بيمشي سطر سطر سطر. فاحنا لو دخلنا اليوم فهيقول له ايه، ريدايركت تو هوم بيج. بعد كده هنا تحت قام قايل لي ايه، قام قايل لي النيم دون سترينج وطبع لك عاصم، ايدج دون انت وطبع لك 15، الهايت دون دبل وطبع لك 6 ونص، ذي ستودنت بوليان وطبع لك ترو، البرايس ديسيمال وطبع لك 100 ونص، تمام. حلو الكلام، حلو الكلام. يلا سلام.